الراجل ده بيقول عشان تعرف دماغك بيفكر بالفص اليمين ولا الشمال اعمل الاختبارات دي. اول اختبار شبك ايديك بالشكل ده او اعمل رجليك فوق كده. دلوقتي انه ابهام او رجل فوق، لو اليمين يبقى اللي شغال دلوقتي هو الفص الشمال، ولو الشمال فوق يبقى العكس، عشان الجزء الشمال من المخ بيتحكم في الجزء اليمين من جسمك والعكس صحيح. الاختبار التاني، ارسم دايره كده بصباعك، ممكن مش محتاج ورقه ولا قلم، بس ركز. لو رسمت الدايره في اتجاه عقارب الساعه يبقى بتفكر بالفص اليمين، ولو عكس عقارب الساعه يبقى بتفكر بالفص الشمال. الاختبار الاخير، امسك اي حاجه قدامك، ممكن الموبايل، بص عليه بعين واحده. لو قفلت عينك اليمين يبقى الفص الشمال اللي شغال، ولو قفلت عينك الشمال يبقى الفص اليمين اللي شغال. الاختبار ده منتشر جدا ونتيجته انه لو الفص اليمين المسيطر يبقى انت شخص مبدع وعاطفي اكتر، ولو المسيطر هو الفص الشمال يبقى انت شخص عقلاني ومنطقي بشكل كبير. والحقيقه ان الاختبار ده ملوش اي اساس علمي. وبس كده، انا محمد شرف، لو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تنساش تعمل لي فولو.